في العاب بتخليك تنبهر بالجرافيكس والعاب بتشدك للقصه، بس في نوع تالت العاب بتدخل دماغك بتقعد تلعب في عقلك زي ما تكون داخل في تجربه علم نفس في جامعه مش مظبوطه. النهارده في معلومات مع جيمي هنتكلم عن الالعاب اللي مش بس تلعبها، دي الالعاب بتلعب بيه، العاب بتستعمل علم النفس، نظريات تحكم، التلاعب الادراكي عشان تديك تجربه مش هتنساها ابدا. اول حاجه هتكلم عنها العاب بتكسر التوقع. فاكر اول مره لعبت بورتال؟ اللعبه مش بس الغاز، دي بتقلب قوانين المنطق وانت واقف، والمخ بيدخل في حاجه اسمها cognitive dissonance اللي هو التنافر المعرفي. يعني مخك بيقول لك ده مش طبيعي، بس ايدك بتكمل لان اللعبه بتجبرك تفكر بزاويه جديده، وده بيخلي دماغك يفرز اكتر من 3 مواد كيميائيه في وقت واحد: الادرينالين، الدوبامين، والسيروتونين، يعني كانك طلعت تجري وانت واقف. تاني حاجه العاب بتكسرك نفسيا. فاكر لما دخلت على لعبه شكلها انمي لطيف وقلوب وردي بتقول لك هاي احنا هنقضي وقت لطيف ونكتب شعر، وبعدين اللعبه بدات تقول لك انك جزء من تجربه، وبعدين بدات تكلمك باسمك الحقيقي، وبعدين حرفيا واحده من الشخصيات انتحرت قدامك. اللعبه دي مثال مثالي على حاجه اسمها breaking the fourth wall، يعني اللعبه بتكسر الحاجز بينك وبينها، تبدا تكلمك كانك جواها. النتيجه انت بتحس انك مش متحكم وان اللعبه بقت واعيه، وده بيخلق شعور بعدم الامان والتوتر النفسي. ثالث حاجه العاب بتخدعك بالاختيار. في العاب تقول لك اختياراتك بتغير النهايه، زي ذا ووكينج ديد، هيفي رين، او انتل داون، بس الحقيقه انت بتختار بس جوه حدود المخرج. يعني اللعبه بتخدعك انك عندك حريه، بس انت اصلا ماشي على سكه محدده، وده بيلعب على وهم اسمه illusion of control، وهم السيطره. يعني تحس انك حر بس فعليا انت بتسلسل بالجيم بلاي. والعجيب المخ بيحب ده، المخ بيحب يحس انه ماسك الدركسيون حتى لو العربيه ماشيه لوحدها. رابع حاجه العاب بتراقبك. لعبه زي هيل بلاد سانيوال ساكرفايس بتخليك تسمع اصوات في ودنك، حرفيا مش صوت شخصيه، لا دي اصوات بتقولك ارجع هتموت، هما بيضحكوا عليك، وده اسمه سايكوتيك immersion، يعني الانغماس الذهني. يعني اللعبه بتخليك تجرب اعراض مرض نفسي من غير ما تقولك انك في خطر، وده مرعب بس عبقري. خامس حاجه العاب بتخدعك بالتكرار. العاب زي انسايد او بيبر بليز بتخليك تكرر نفس الفعل كل مره: تفتيش، موت، اختيارات ضئيلة، لحد ما تبدأ تسأل نفسك أنا ليه بعمل كل ده؟ هو ده أنا ولا ده النظام اللي فرض عليا؟ وده اسمه ليدو ناريتيف ديسونانس، يعني اللعبة بتقول لك حاجة بس الجيم بلاي بيقول لك العكس، وده بيعمل صراع جواك يخليك تعيد التفكير في الأخلاق والمعنى. خلاصة كل الكلام ده مش كل لعبة بتضحك وبتفجر وبتركب عربية مسروقة، في ألعاب مصممة إنها تدخل دماغك وتقعد تلعب في مشاعرك وتفكيرك وحواسك، سواء اللعبة بتكلمك أو بتكذب عليك أو بتديلك حرية وهمية. في النهاية أنت بتقعد قدام شاشة بس اللعبة قاعدة جواك. أنا جيمي، ودي كانت حلقة ألعاب بتخدعك نفسيا. لو عجبتك دوس لايك، ولو اللعبة اللي بتحبها طلعت تضحك عليك فمعلش يا صاحبي، اللعبة قلبها مش طيب.